حكايتنا النهاردة عن النظافة الشخصية عند المصريين القدماء. المصريين القدماء كان عندهم شعور قوي بأهمية النظافة الشخصية، لذلك هم حرصوا على ان هم يقدسوا النظافة، وكانت إحدى ضروريات الركائز الأساسية في حياته اليومية، خاصة بيتعلق بنظافة جسمه ومسكنه وملبسه. وكان شرط أساسي لدخول المعابد والأماكن المقدسة هو تطهير الجسم، وبيصل في بعض الأحيان ل5 مرات في اليوم. عرف المصري القديم برضو مهنة الحلاقة، وحرص على حلاقة الشعر واللحية، وخاصة الكهنة اللي كانوا بيحرصوا على الحلاقة باستمرار لخوفهم من الحشرات اللي ممكن تسبب ليهم أمراض بعد كده. في برضه أمواس لحلاقة الشعر واللحية، وكانت بتتصنع من معدن النحاس والبرونز، وبتتحط في جراب جلد أو خشب، وليها شفرتين ومقبض، وكانت بتتسنى على الأحجار الرملية. عرف برضو المصري القديم صناعة الأواني الفخارية والحجرية والنحاسية والبرونزية، واستخدم الذهب والفضة والإلكترون في صناعة الأواني، بس الذهب والفضة كان بيستخدموها علية القوم. كمان إن المصري القديم كان مدقق في نظافته الشخصية، ما كانش بيقرب من الأكل إلا لما يغسل إيديه، وكان بيستخدم إناء عشان يصب فيه المية، وكان بيحط مع المية مادة عطرية ونيترون، والنيترون ده عشان يساعد على نظافة الإيدين. كمان كان المصري القديم شديد العناية بمظهر شعره، واهتم اهتمام كبير بتمشيطه، وكان بيعتبر الشعر الغير منسق ده دليل على عدم النظافة والإهمال. كمان استخدم أمشاط، وكان في نوعين من الأمشاط: أمشاط بسنون غليظة ودي كانت للتمشيط، وأمشاط بسنون دقيقة ودي كانت للتنظيف من الحشرات. وتصنعت الأمشاط من العاج وسن الفيل والعظم والأخشاب. عرف المصري القديم أيضا صناعة المكانس، واستعملها في نظافة بيته، وكانت بتتصنع من عراجين البلح والبوس المشقوق ونبات السديد. وكان في وظيفة اسمها وظيفة الريختيو اللي هم الغسالين، وظهرت وظيفة مصفف الشعر المزين، وكان بيتقال على مصفف الشعر صانع الباروكات. كان في مراحيض، زودت المنازل في مصر القديمة بالمراحيض. وعرف المصري القديم الحمامات، وارتبطت الحمامات بالمراحيض من المنازل المصرية القديمة، فكان جنب المرحاض غرفة للحمام، وأحيانا بتكون أوضة واحدة، وكان المرحاض بيفصل ما بينه وما بين الحمام جدار. واختلف مستوى الحمامات تبعا لمستوى المعيشة، بيختلف حمام القصور عن حمام البسيط. أقام المصريين القدماء أيضا أول شبكة للصرف الصحي زي اللي في معبد صحورع، حرص على تصريف المياه. أيضا حرص المصري القديم على نظافة جسمه سواء كان غني أو فقير، عشان كده عرف الدهانات للمحافظة على ليونة ونعومة جسمه، وكان بيحط الزيوت العطرية والدهانات في مكان أمين لأنه اعتبره من الثورات المنزلية. كان بتتعمل الدهانات من مواد حيوانية مضاف إليها بعض المواد العطرية، أما الزيوت العطرية كانت بتصنع من زيت اللوز ممزوج بزيت الكتان والسمسم والزيتون والجوز واللبان والحبهان والبخور. استخدم المصري القديم الخروع، واستعمله خاصة للفقراء، وكان بيطلق عليه لقب دجم. اهتم برضه بغسل الفم وبيطهره، واستخدم المية مضاف إليها النترول للمضمضة. واعتنى المصري القديم بشعره سواء رجالة أو ستات، على الرغم إن هما كانوا بيلبسوا الشعر المستعار خاصة في الاحتفالات، لأنهم ما أهملوش شعرهم الطبيعي، وحرصوا على غسله ودهنه واستعملوا الأمشاط. وكمان استخدموا وصفات طبية عشان تساعدهم على معالجة أمراض الشعر. اهتم المصري القديم برضه بحلاقة الشعر، ما كانتش مقصورة الحلاقة على الرجالة فقط، لكن كانوا بيحلقوا للأطفال شعرهم، وبيتركوا خصلة واحدة فقط كانت بتمشط على شكل ضفيرة على جانب الرأس. أيضا حرص المصري القديم على نظافة بيته، فعنى بتهوية البيت وحمايته من الحشرات، وزوده بالشبابيك. واهتم برضه بالملابس بتاعته وبنظافة ملابسه. ودي كانت حلقة النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. السلام عليكم.